السلام عليكم. الكابتن مجدي عبد الغني طبعا ابن من ابناء النادي الاهلي ولعب في النادي الاهلي زيه بالظبط زي مصطفى يونس وزي ناس معينين كده. فالكابتن مجدي عبد الغني من نفس الفصيله كده. مش هقول لك مثلا زي مختار، لا مش زي مختار، مش هقول لك زي سيد عبد الحفيظ، لا مش زي سيد عبد الحفيظ. طب ما كل ده لعب في الاهلي يا عم. ايوه صحيح، طب وماله؟ طب ما هو رضا عبد العال لعب في الاهلي، بس هو كل من لعب في الاهلي يعرف قيمة النادي الاهلي وقامة النادي الاهلي. هل هو مخلص للنادي الاهلي فوق مصالحه الشخصية؟ هو مين ينسى مجدي عبد الغني في اتحاد الكرة عمل ايه ضد النادي الاهلي وضد كهربا وضد حاجات كتير؟ مين ينسى مجدي عبد الغني لما سهل قيد لاعبين في نص الليل لنادي الزمالك وبتواريخ متغيرة؟ لا يا كابتن مجدي، مش كل اللي لعب في النادي الاهلي يستحق ان يتحط له طوبة في استاد النادي الاهلي. اسمع مجدي عبد الغني اللي بيتكلم عن النادي الاهلي وتعالى نرجع مع بعض تاني. قبل ما نروح للاستفتاء بتاعكم، انت بلغني ان اسمك محطوط على طوبه في استاد الاهلي الجديد. طوبة على طوبة. محطوط طوبة على طوبة. لا يعني محطوط ولا لا صحيح؟ لا مش ما فيش محطوط في ايه؟ لا والله ما محطوط. هم حاطين اسماء الاساطير. حاطين جilberto اللي هو ده الشمال. جايبين جilberto على اساس ان هو هيجي يتابع المباني وايه اللي بيحصل في الاستاد ويشوف الطوبة بتاعته. لكن مش حاطينك انت. ولا انا ولا ماهر همام ولا مين؟ مصطفى ولا يونس. مختار ولا يونس مصطفى يونس. لا طبعا مصطفى يونس حط. ده مصطفى يونس حط هربوه بطوبة. طب الكابتن طاهر ابو زيد محطوط؟ لا برضه لا ما اعرفش حاطينه ولا لا، بس برضه لكن لا انت مؤكد. الاعلان اللي اتعمل يعني بصراحه يعني لا يصح اطلاقا ان يكون ده اعلان للنادي الاهلي. هات ولاد النادي الاهلي الاول اللي حققوا بطولات من الاجيال السابقه، بعد كده بحط اجيال لاحقه وامشي بالترتيب. هو النادي الاهلي الانجازات اللي عملها بناس معينه بس؟ لا طبعا. اللي بيحبوهم بس تاريخ. لا، انت باللي بتحبه واللي بتكرهه. طبعا ده الانجازات باللي بتحبه واللي بتكرهه. حب من تحب واكره من تكره. لكن في النهايه في تاريخ وفي انجاز لا يمحى. ما تقدرش تمسحه. بص، مهما عملت مش تقدر تمسحه. صح. فخليك واقعي وخليك انسان عاقل واشتغل بالاسلوب ده. انما سقطه كبيره جدا من مين اللي عامل الاعلان ده؟ الاستاذ بص لي انا ما نعرفش مين ايا كان. لا اللي هو كان بتاع بريزنتي محمد كامل. طيب هو بس بياخد تعليمات. خليني اقول بس حاجه. ماشي. يعني انت فكرتني، كنت انا نقدت ده مره على الهوا بالرغم انه مش موضوع رياضي، يعني ان كانوا في الافلام زمان لما بتيجي صوره الملك فاروق كانوا بيشخبطوا عليه بالظبط. فانا طلعت في برنامج قلت ده جزء من تاريخ مصر. يعني هو كان موجود ملك لمصر في وقت ما، سواء هو كويس هو مش كويس دي مش قصتنا، لكن بالزبط. كان موجود بالظبط. ما ينفعش يتشال. صح. وفعلا بعد كده ما بطلوا يشيلوه، بطلوا النغبشه دي. برافو عليك. يعني. طيب ده كلامه عن عدم وضع اسمه مع اعضاء النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي السابقين. تعال بقى بيتكلم على كولر او رحيل كولر على النادي الاهلي. هل في حد كان مجمع على رحيل كولر اكتر من اي وقت مضى؟ معظم الناس الاهلاويه سواء لاعبين سابقين سواء جماهير سواء اداريين كله كان مجمع على ان النادي الاهلي حتى اتاخر في رحيل مارسيل كولر في الفتره الاخيره. يعني كل الناس كانت شايفه ان كولر كان المفروض يمشي بعد ماتش باتشوكا اللي كان في كاس العالم للانديه، لكن النادي الاهلي صبر عليه جدا لدرجه ان احنا حتى نفسنا كنا زعلانين من اداره النادي الاهلي ان هي صبرت على مارسيل كولر كل الوقت ده، لان بصراحه مارسيل كولر في الفتره الاخيره كان اساء جدا في تشكيلات واختيارات اللاعبين وخلى فيه زهق وعداوه كده بين اللاعبين. المشكله كمان ان هو انا في وجهه نظري السبب الرئيسي في ضياع بطوله افريقيا من النادي الاهلي اللي كان بسهوله جدا يقدر يفوز بيها بعد ما تعادل 0-0 في بريتوريا امام فريق صن داونز، وخلى فريق مثلا زي بيراميدز مع كامل الاحترام بيلعب دلوقتي النهائي مكان النادي الاهلي، او خلى صن داونز للاسف بيلعب النهائي مكان النادي الاهلي، لانه كان المفروض زمان الاهلي هو اللي بيلاعب بيراميدز دلوقتي على نهائي. لكن جمال عبد الحميد شايف ان مارسيل كولر كان المفروض ان هو يستمر، وان اداره النادي الاهلي اخطات برحيل مارسيل كولر. كابتن مجدي، لاول مره ربما او من المرات النادره
اللي النادي الاهلي بيغير مديره الفني قبل انتهاء الموسم، عاده بيتمسك بيه. وجهه نظرك؟ وجهه نظري غلط. وجهه نظري ان المدير الفني لن يستطيع مهما كان قوته، مهما كان كفاءته، مهما كان قدراته، لن يستطيع انه يستوعب الفرقه في الوقت القليل ده. هو دلوقتي يا دوب مثلا الدوري لسه خلصان، هيبتدي يمسك الفرقه. الفرقه طبعا هتاخد لها 3-4 ايام على الاقل تريح، لانهم مسافرين طبعا، هيطحنوا يوم 4 ان شاء الله. هيطحنوا في كاس العالم للانديه، فمش هيلحق يتعرف على كل قدرات الفريق. فمن وجهه نظري ان لازم يبقى في شادو مدرب. شادو يعني مدرب خفي. هو كان عماد النحاس. كان الكابتن عماد. خلاص، وجود عماد يريح الدنيا شويه يريح الدنيا لانه شوية. استمرار كولر برضه يا كابتن كان ممكن ما ياخدش البطوله. لا، انا يعني انا طبعا مع ان كولر يمشي في التوقيت دوت، كان لازم يمشي بدري عن كده. بدري عن كده، كان لازم يمشي بدري عن كده. وبرضه الشيء اللي انا مستغرب له بشكل كبير جدا ان النادي الاهلي ما يعرفش عقد كولر بينص على ايه لحد ما مشاه. ده برضه موضوع غريب، عمرها ما حصلت في النادي الاهلي. طبعا ان 14 كونوا شهر. لجنه، وللاسف الشديد لم يعلنوا اللجنه. احنا عايزين نعرف، لازم يعاقب اللي عمل حاجه زي كده، لازم يعاقب، ويعاقب على الملأ. لان النادي الاهلي بيعاقب الناس كلها على الملأ. الاداره مسؤوله يا كابتن، لانه في قاعده قانونيه، المتبوع يعني المتبوع مسؤوليه التابع. ايوه، طب يصلح خطأه بقى. يعني الاداره تصلح خطأ، تعاقب اللي عمل العقد وهم وثقوا فيه. بقول لك هي الاداره هي المسؤوله. يعني الاداره في النهايه، لو حضرتك مدير الكابتن سيد والكابتن سيد، طب يعني الاداره مسؤوله والراجل، ما هي الاداره انا مسؤول جماعية. وانت غلطت فمش عاجبك عشان انا لا، هم قال لك مش هنتعامل مع مونتيرو تاني. هو في كده؟ في كده، هو مونتيرو في كده يا كابتن. مونتيرو بمزاجه. هو المحامي السويسري اللي عمل العقد وفقا لكلامهم بمزاجه ومضاهم غصب عنه. بس هو ده، وفي ترجمه وفي مكتب فني والكلام ده كله. طبعا وضع مجدي عبد الغني بالنسبه لاداره النادي الاهلي ومصطفى يونس ولجماهير النادي الاهلي اصبح واضح كل الوضوح، وخصوصا في الفتره الاخيره. عندهم اراء واتجاه اداره النادي الاهلي واتجاه الكابتن محمود الخطيب، آراء بكل أمانة، يعني آراء لا يجب أن تصدر من لاعبين سابقين كانوا بيلعبوا في النادي الأهلي، أو المفروض إن هم ناس أهلاوية. لكن بكل أمانة لهم آراء كده الحقيقة آراء شاذة وآراء لا تدعم النادي الأهلي. والمفروض إن أنت دلوقتي رايح لكأس العالم للأندية، فمعنى إن أنت رايح كأس العالم للأندية لو أنت راجل أهلاوي إن أنت بتدعم الفريق. لما بيكون في الفريق مقبل على مباراة مهمة أو بطولة مهمة، لو انت ليك وجهة نظر معينة المفروض بتحتفظ بيها لنفسك. لكن احنا كنا بنطلع ندعم الفريق وبنتمنى له التوفيق وبنقول كلام لا يحبط الفريق، بيكون في شحن وإثارة، او ان احنا بنشحن بنشجع اللاعبين، بنحس اللاعبين، بنحمس اللاعبين، بنحمس الفريق، بنكون داعم كبير للفريق قبل اي بطوله مهمه. ما اطلعش اقول ان الفريق مش هيعمل حاجه في كاس العالم او ان الفريق هيطحن في كاس العالم، فده طبعا لا يصدر الا من شخص عنده تصفيه حسابات معينه مع مجلس اداره النادي الاهلي وبيتمنى فشل الفريق. لان اي شخص حتى لو له راي شخصي مخالف هيطلع يقول احنا بنتمنى التوفيق للفريق وان شاء الله الفريق يقدر يعمل حاجه ويشرفنا ويعمل. ده انتوا تطلعوا يا راجل تقولوا على بيراميدز ان احنا بنتمنى التوفيق لبيراميدز ويفوز بالبطوله وفريق مصري. ليه الكلام ده ما بيتقالش على النادي الاهلي اللي هو اصلا اساس الكره المصريه واساس نجاح الكره المصريه هو النادي الاهلي؟